أهلاً بيكم في إدارة FM على أعلى موجة، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن الإدارة والشغل والنجاح بطريقة بسيطة خفيفة ومن قلب الواقع. وفي كل حلقة هناخد كتاب جامد نقرأ فيه ونقول لكم أحلى ما فيه، سواء كنت لسه بادئ في الشغل أو ماسك فريق أو حتى بتدور على طريقة تدير بيها يومك. إحنا هنا علشان نساعدك تتعلم وتطور من نفسك خطوة بخطوة. فيلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة معانا موضوع مهم وحيوي جدا هنغوص فيه سوا. بنتكلم عن المقارنة بين قانون العمل المصري القديم رقم 12 لسنة 2003 والقانون الجديد اللي لسه هيطبق رقم 14 لسنة 2025. معانا تحليل مفصل للفروقات دي، وهدفنا مش بس نعرف إيه اللي اتغير، لأ، الأهم نفهم ليه التغيير ده بيحصل وإيه تأثيره على سوق العمل ككل، عمال وأصحاب أعمال. طيب خلينا نبدأ بالسؤال يمكن اللي بيجي في بال ناس كتير. ليه أصلاً محتاجين قانون جديد دلوقتي؟ يعني إيه اللي خلى التغيير ده ضروري بعد حوالي 20 سنة؟ سؤال مهم فعلا. بص، ببساطة شديدة الدنيا اتغيرت، الاقتصاد نفسه، شكل الشغل وحتى المجتمع. القانون الجديد ده محاولة عشان يواكب كل ده. الأهداف كانت واضحة: نزود حماية العمال، خصوصا بقى الفئات اللي كانت يمكن مهمشة شوية زي العمالة غير المنتظمة، وهنتكلم عنها أكيد. وكمان ننظم أشكال الشغل الجديدة اللي بقت واقع زي الشغل من البيت أو الدوام الجزئي. ده غير إن في رغبة إن سوق العمل يبقى مرن أكتر شوية عشان نشجع الاستثمار، بس في نفس الوقت من غير ما نيجي على حقوق العمال، بالعكس نحاول نحسلها كمان. يعني نقدر نقول محاولة لعمل توازن جديد عشان يناسب الدنيا دلوقتي اللي هي مختلفة خالص عن 2003؟ بالظبط كده. قانون 2003 كان بيركز أكتر على العلاقة التقليدية بين العامل وصاحب الشغل وحقوقهم وقتها. قانون 2025 بقى رؤيته أشمل، أحدث، بيحاول يعمل المعادلة الصعبة دي، مصلحة العامل وصاحب العمل سوا عشان بيئة الشغل كلها تبقى أحسن. وبيركز قوي كمان على حاجات يمكن ما كانتش واخدة حقها قوي زمان، زي التدريب المهني، السلامة والصحة المهنية بشكل أعمق. وفي نقطة كمان إجرائية يمكن بس مهمة: القانون الجديد أوضح بكتير في مين اللي مش بيتطبق عليه. مثلا موظفين الحكومة والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية، ده بيشيل أي لخبطة. تمام. وبما إننا بنقول مواكبة العصر، أكيد في مصطلحات جديدة دخلت بقى في القانون. أكيد، ودي نقطة مهمة قوي بتوريكي إزاي النظرة لبيئة العمل نفسها اتطورت. القانون الجديد والأول مرة بيعرف بشكل رسمي حاجات زي التحرش والتنمر في مكان الشغل، وبيحط ضوابط عشان نتعامل معاها. وكمان بيعرف وينظم العمالة غير المنتظمة، اللي هم زي عمال اليومية أو العمال الموسميين اللي مفيش بينهم وبين صاحب العمل علاقة شغل منتظمة. ده غير طبعا تنظيم أشكال شغل جديدة زي العمل عن وعد والدوام الجزئي أو العمل لبعض الوقت. تعريف التنمر والتحرش ده في حد ذاته خطوة كبيرة أكيد. ده المفروض يدي للعمال آليات أوضح للشكوى مثلا؟ المفروض إنه يدي أساس قانوني أوضح للتعامل مع المواقف دي. أكيد التفاصيل طبعا بتبان أكتر في اللائحة التنفيذية، بس مجرد وجود التعريف ده مهم جدا عشان بيئة العمل تكون آمنة ومحترمة. تمام قوي. طب ندخل بقى على الحاجات اللي بتمس الناس بشكل مباشر أكتر، العقود والإجازات. إيه أهم التغييرات هنا؟ لا، دي فيها تغييرات جوهرية فعلا. العقود مثلا، العقد المحدد المدة اللي هو المؤقت دلوقتي آخره خالص 4 سنين في المجمل، بعد كده لازم يتحول لعقد غير محدد المدة. اللي كان زمان ممكن يفضل يتجدد كتير وممكن يوصل ل5 سنين؟ بالظبط. الهدف هنا غالباً إننا نقلل شوية من استخدام العقود دي كبديل دايم للعقود المفتوحة عشان الأمان الوظيفي يزيد. كمان فترة الإخطار لو حد عايز ينهي عقد غير محدد المدة بقت موحدة 3 شهور للكل، بغض النظر بقى اشتغل قد إيه. والأهم طبعاً زي ما لسه قايلين إن في تنظيم واضح لأشكال الشغل الجديدة زي الشغل عن بعد والدوام الجزئي وحقوق وواجبات كل طرف إيه بالظبط. طب والإجازات؟ سمعنا إن فيها تغييرات كبيرة هي كمان.
فعلا، ودي نقطة بتمس ناس كتير قوي. إجازة الوضع للأم العاملة زادت، بقت 4 شهور مدفوعة الأجر بالكامل بدل ما كانت 90 يوم، والحد الأقصى ليها خلال مدة الخدمة بقى 3 مرات بدل مرتين. وإجازة رعاية الطفل اللي هي بدون أجر ممكن توصل ل2 في المرة، والحد الأقصى ليها بقى 3 مرات بدل مرتين. والجديد بقى والمهم قوي هو إن بقى فيه إجازة أبوة مدفوعة الأجر للأب العامل في القطاع الخاص لما ربنا يكرمه بطفل. إجازة أبوه دي فعلا نقلة، يعني بتعكس تفكير مختلف شوية. في الأسرة. وحتى الإجازات المرضية القانون الجديد حسن شروطها، يعني مدد أطول ونسب أعلى من الأجر بتتصرف في الأول. خطوة ممتازة حقيقي. طيب لو بعدنا شوية عن العقود والإجازات، إيه المحاور الرئيسية التانية اللي القانون الجديد ده ركز عليها؟ بصي، في تركيز واضح قوي ومستحدث على حتة العمالة غير المنتظمة. القانون خصص لهم فصل كامل، والأول مرة بيعمل صندوق مخصوص عشان يرعاهم ويدعمهم اجتماعياً واقتصادياً. دي محاولة بجد عشان نحمي قطاع كبير كان بيعاني يعني. دي نقطة مهمة فعلا لأن حجمهم كبير ومش واخد حقه في الحماية. كمان دور المجلس القومي للأجور بقى أكبر ومحوري أكتر. القانون الجديد اداله سلطة أكبر في تحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى البلد كلها، وتحديد العلاوة الدورية السنوية اللي هي كانت زمان مرتبطة بنسبة معينة 7% تقريبا. أيوة، كانت مربوطة ب7% كحد أدنى من الأجر التأميني. دلوقتي المجلس هو اللي هيحددها، فده ممكن يخلي الأجور ماشية أكتر مع التضخم وتكاليف المعيشة. والنقطة اللي يمكن عملت صدى كبير هي محاكم العمالية. بالظبط، إنشاء محاكم عمالية متخصصة ده تغيير كبير في الهيكل نفسه. الهدف ببساطة إن القضايا العمالية تخلص أسرع، لأن بصراحة العدالة البطيئة في قضايا الشغل دي بتضر العامل أكتر واحد، فالسرعة هنا ممكن تفرق كتير في حل المشاكل. ده غير طبعاً اهتمام أكبر بالتدريب المهني وربطه بسوق العمل محتاج إيه، وتشديد الالتزامات بتاعة السلامة والصحة المهنية في الشغل. طيب لو حبينا نلخص كل ده في صورة كبيرة، إيه الخلاصة أو الرسالة الأساسية من القانون الجديد ده؟ نقدر نقول إن قانون 2025 ده تحديث شامل وجوهري لقوانين الشغل في مصر. بيقدم يعني وصفة جديدة عشان نعمل توازن دقيق بين إننا نحمي حقوق العمال ونطورها، وبين إننا ندي المرونة اللي السوق محتاجها عشان الاستثمار يزيد والاقتصاد يكبر. بيركز بشكل خاص على الفئات اللي كانت محتاجة حماية أكتر زي العمالة غير المنتظمة، وبيواكب أشكال الشغل الجديدة اللي فرضتها التكنولوجيا والعالم دلوقتي. والآليات الجديدة زي المحاكم المتخصصة وتقوية دور مجلس الأجور والتركيز على التدريب، كل دي أدوات عشان نوصل لهدف أكبر: سوق عمل يكون فيه عدالة أكتر ومرونة أكتر ومستدام. كلام جميل وطموح كبير على الورق فعلا، بس دايما العبرة في التطبيق على الأرض. مفيش شك نجاح القانون ده فعلا هيعتمد بشكل كبير قوي على إزاي هيتطبق ومدى التزام الكل بيه، عمال، أصحاب شغل، والحكومة بأجهزتها الرقابية والقضائية. وهنا يمكن نسيب المستمعين بنقطة يفكروا فيها. مع كل التغييرات دي اللي بتحاول تنظم السوق أكتر وتحمي العمال وتدمج فئات زي العمالة غير المنتظمة، يا ترى إيه ممكن يكون تأثيرها الحقيقي على القطاع غير الرسمي الضخم اللي عندنا في مصر، اللي هو أكبر بكتير من مجرد العمالة غير المنتظمة اللي متسجلة رسمي؟ هل الإجراءات دي هتشجع ناس أكتر إنها تدخل جوه الإطار الرسمي وتستفيد من الحماية دي؟ ولا ممكن تعمل تحديات جديدة في التطبيق أو ترفع تكلفة الشغل لدرجة إن الناس تفضل بره المنظومة خالص؟ دي نقطة معقدة فعلا ومحتاجة متابعة وتفكير في الفترة اللي جاية. وفي النهاية شكراً ليكم على متابعتكم، ولو في أي استفسار سيبوه في الكومنت، وفي انتظار أسئلتكم دايماً.